السلام عليكم اصدقاء. بزاف منا كيشوف بحال هاد الاجهزه وكيخاف يشريها وكيقول بان واش غادي تصدق ولا ما غاديش تصدق ولا غادي تحرق لي الاجهزه ديالي. هاد الجهاز اللي كتشوفوا قدامكم كنت شريته من علي اكسبريس ودابا راه خدام به تقريبا اكثر من عامين، واليوم جيت نشارك معكم التجربه ديالي الحقيقيه معاه وكيفاش نفعني بزاف في الحياه اليوميه ديالي. هاد الجهاز الاسم ديالو ديجيتال تايمر، كيهنيك من المشاكل ديال صداع الراس. مثلا كنتي كتنسى الشاحن ديال الهاتف ديالك راكب في الليل كامل، ولا كتخاف على البطاريه تسخن ولا تخسر، ولا كتنسى السخان ديال ما خدام وكتجيك الفاتوره ديال الضو غاليه، ولا بزاف ديال الحوايج اللي غادي يقدر ينفعكم هذا الجهاز هذا. فهو الحل، لانه غادي يخليك تبرمج اي حاجه تخدم وتطفى بوحدها في الوقت اللي بغيتي بالضبط. قبل ما نوريكم الطريقه اجي نشرح لكم هاد الازرار علاش كيصلحوا. عندنا زر كلوك، هذا هو باش كتقاد الساعه ديال دابا، كتصلح به الساعه ديال دابا. والزر ديال بروغ هو اللي كيدخلنا البرامج اللي بغينا نوضعوا. اما الزر ديال الويك فهو باش كتختار الايام والايام ديال الاسبوع، واور هذه ديال الساعات، والميني ديال الدقائق. واهم حاجه هو الزر ديال الاون اوتو اوف، كيخلينا نختاروا واش الجهاز يخدم بالتوقيت ديالنا حنا ولا يبقى طافي. ولا المهم تخيلوا معايا، تقدر تبرمج الشاحن يطفى مورا ساعتين مورا ما تنعس، او تبرمج الشوفو يخدم ساعه قبل ما تفيق. وحتى كذلك الاضواء ديال الدار تقدر تبرمجها تشعل وتطفى بوحدها الا كنتي مسافر باش تبان الدار عامره، ولا يعني بزاف. ولا مثلا الناس ديال الفلاحه اللي كيبغيو مثلا يخدموا شي موتور في واحد الوقت بالضبط، كتقدر تبرمجو وملي كتوصل ديك الوقت كيخدم داك الضوء، كيدوز الضوء. يعني دابا ركزوا معايا في الشاشه، غادي نوريكم خطوه بخطوه كيفاش تبرمجوا لاول مره، كيفاش تختاروا الايام والساعات، وكذلك كيفاش انكم تصاوبوا بعدا اول حاجه كيفاش تصلحوا الساعه ديالكم. فالطريقه سهله بزاف ولكن كتحتاج شويه ديال التركيز في المره الاولى. المهم دابا غادي ندوزوا للشرح التطبيقي. كما كتشوفوا هذا هو الجهاز ديالنا هنا. كما كتشوفوا ملي كتبغيو تصلحوا الساعه اولا كتبغيو تصلحوا التاريخ، النهار مثلا اللي راكم فيه، كتخلي واحد الصبع على هاد الكلوك، كتبقاو ضاغطين واحد الضغطه وحابسين، واليد الاخرى ولا الصبع الاخر في نفس اللحظه في نفس الوقت. يعني انت بارك على او كلوك وفي نفس اللحظه كتبقى تختار. كما كتشوفوا كتبقى تتبرك على ويك وكتحدد النهار اللي انت فيه. مثلا بغيتي مثلا اليوم الحد كنخليوه على الخيار الاخير. كما كتشوفوا الحد راها سي. من بعد ما كتحدد النهار دابا كتعاود عاوتاني تبرك على او كلوك، كتبقى بارك عليها، واليد والصبع الاخر ولا اليد الاخرى كتبقى كتبرك على هاد اور هاديه، وكتغير كدير الساعه اللي بغيتي. كما كتشوف راه كتبدل مع دابا شاد التليفون بيد وكنخدم بيد ما جاتنيش كيفاش نشرح لكم مزيان. المهم كما كتشوفوا راه تغيرات. ومن كذلك ملي كتبغي تصلح الدقائق كتبقى بارك على كلوك. دائما كلوك ما هي كتصلح بها، وكتبقى تبرك على ميني وكدير الدقيقه اللي انت فيها اللي بغيتي ديرها. كما كتشوفوا هذه هي الطريقه. وايضا المهم شرحت لكم ديال هنا ديال كتحدد النهار اللي انت فيه ديال الاسبوع، نهار في الاسبوع كتحدد. مثلا بغينا نحددوا حنا التاريخ ديال يوم الاحد، وهذه كتحدد الساعه، وهذه كتحدد الدقائق. دابا غادي ندوزو مثلا صوبتي الساعه وبغيتي تبرمج هذا الجهاز هذا باش يشعل في واحد الوقيته ويطفى في واحد الوقيته. كتضغط على هاد بروغ هذه اللي كاينه هنا، كيعطيوك اون كما كتشوفوا. ويعني يمكن لك تريقل في بزاف ديال، كيعطيوك بزاف ديال الاعدادات، تقدر دير حتى 10 ديال الاعدادات، بقى يشعل ويطفى في هذا الوقت ويعاود يشعل في هذا الوقت ويطفى في هذا الوقت. يعني جهاز اللي زوين بزاف، ضروري خص يكون كل واحد يكون عندكم بحال هذا الجهاز هذا. مثلا غادي نضغطوا على دبروك، مثلا غادي نديروا مثلا اون. دابا هنا ما عادش غيشعل الجهاز. هنا ضروري كتبركوا على دويك باش تحددوا. مثلا بغيتي مثلا السيمانه كامله كما كتشوفوا الفوق، مانداي توزداي وينزداي، يعني ايام الاسبوع. مثلا انت بغيتي غير نهار الاثنين كتعاود تبرك، مثلا توزداي ثلاث، مثلا الاربع، مثلا بغيت انا الخميس، مثلا بغيت نبرمجو في. المهم تبقى تابع مثلا هالحد، ولا مثلا الاسبوع نهار الايام ديال الاسبوع كامله كتبقى تبرك حتى كتشوف جميع الايام، جميع كما كتشوفوا بحال هكا جميع الايام. دابا كدوز الاور الساعه كتريقلا. مثلا ما بغيتي يشعل هذا الجهاز، مثلا يشعل مع جوج الوحده ديال الليل ولا جوج ديال الليل. هنا كتريقل الدقائق، حتى الدقائق يمكن لك تريقلهم بحال هكا. من بعد ما كتريقل مع بغيتي يشعل كتجي كتبرك على بروك، دائما بروك. دابا كما كتشوفوا اوف، دابا يعني ما عادش غادي يشعل، ما عادش غيطفى لنا هذا الجهاز. مثلا كتحدد عاوتاني الساعه، كتختار الساعه اللي بغيتي. مثلا درنا يشعل مع الجوج، مثلا يطفى لنا مع الثلاثه ولا الربعه. ومثلا هنا كتحدد الدقائق ولا كتخليها هكاك هي الساعه. صافي من بعد ما كتحدد كتكون برمجتيه. كما كتشوفوا غادي نخرجوا، غادي نعاود ندخلوا على بروغ. كما كتشوفوا اون غادي يشعل مع الجوج،
وغادي يطفى مع 4. ويمكن لك عاوتاني تزيد تضغط على بروج ودير واحد الاعداد اخر ودير ليه تا هو معاش غيشعل ومعاش غيطفى. كما كتشوفوا ممكن دير حتى 10 ديال الشيء. ممكن دير بزاف. دابا غادي ندوزو مثلا لا برمجتي واحد التاريخ وما عجبكش، مثلا برمجنا هاد الجوج، غادي نجيو لهاد الريس ريكال كما كتشوفوا هي هادي، غادي نضغطوا عليها غادي تمحى. يمكن لك تعاود تبدل. مثلا نجيو لهنا عاوتاني معاش غيطفى، مثلا ما عجبتنيش غادي نضغط على هاد ريكل كما كتشوف كترجع اصفار، كترجع مع زيرو. وكما كتشوفوا هاد النقطه البيضاء اللي كما كتشوفوا اللي في الجنب كما كتشوفوا اللي حدا ار، هذه بحال هكا كتفورماتي كتردو ازيرو، كتبرك عليها واحد الثانيه ولا جوج ثواني وكيتعاود الجهاز من ازيرو. ويمكن لك تعاود تعدل عليه من الاول يرجع بتاريخ جديد، ترجع من الاول بحال اول مره شريتيه. كما كتشوفوا هاد اوتو اون اوف هنا ملي كتبرك على اوتو يعني كيخدم هاد الجهاز بهاد البرمجه اللي برمجتيها في بروغ. ديك البرمجه اللي كنا كنبرمجو قبيله الا خليناها في اوتو غادي يبقى خدام لنا الجهاز بداك البرمجه اللي درنا، مثلا يشعل مع الوحده ويطفى مع الجوج ولا داكشي اللي درنا مثلا اوف اون يبقى شاعل ديما، يعني فين ما يبقى خدام ديما، هو بحال البوله يبقى خدام ديما. درتي مثلا اوف يبقى طافي ما يشعلش. وغادي تلاحظوا بلا من مورا واحد العامين ديال الاستعمال ديال هذا الجهاز باقي صحيح وكيعطي التوقيت بدقه، وهذه هي الميزه ديالو. في الاخير الا كنتي باغي تحافظ على الاجهزه ديالك وتوفر في الفاتوره ديال الكهرباء، هذا الجهاز ضروري يكون عندك في الدار. كنتمنى هذا الشرح يكون فادكم، والا كان عندكم اي تساؤلات على الطريقه ديال الضبط او بغيتوا رابط ديال الشراء من علي اكسبريس خليوا لي تعليق وغادي نجاوبكم كاملين. وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.